لما بتدخل أي مكان علشان تشتري حاجة بتسأل عن السعر. هتشتري لبس، أكل، شرب، لعبة، أي حاجة بتسأل عن السعر. طيب ليه؟ علشان عارف إنك في الآخر هتحاسب، يعني هتحاسب على كل حاجة طلبتها أو أكلتها أو شربتها، فبتسأل عن السعر علشان تقارن تمنها بالفلوس اللي معاك هتكفي ولا لأ. فالأولى إنك لما تعمل أي حاجة في دنيتك تكون عارف تمنها وهل هتكون حسنات ولا سيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ومعنى كده إن في أمور مشتبه فيها مش عارف هي حلال ولا حرام، فالأولى إنك تبعد عنها، فهي لو كانت مباحة مش هتخسر حاجة إنك تركتها، إنما لو كانت حرام هتخسر كتير. طيب لو عملت سيئات أعمل إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. اعمل بعدها على طول أي عمل صالح علشان تمحو السيئة اللي عملتها، بس إياك ثم إياك من حقوق العباد، إياك تظلم حد أو تسيء له. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. خلي بالك، المفلس بيجي يوم القيامة وبيكون معاه حسنات، وحسنات كتير قوي كمان، حسنات صلاة وصيام وزكاة، لكنه أسرف على نفسه بالسيئات. فخلي بالك من كل ذنب بتعمله وشوف هو تمنه قد إيه، اسأل على كل حاجة وصنفها، عمل صالح ولا عمل فاسد، هاخد عليه حسنات ولا هدفعله، واعرف كفرت الذنوب اللي عملتها وكفر عنها في الدنيا، أرخص بكتير قوي ما تدفع لها حسنات في الآخرة.